وين تضمين الموس؟ شلون منين تعلمتي تخلين الموس بحلقك؟ سيدي وردنا معلومات عن وجود عصابة مكونة من 4 نساء تمتهن عمليات السرقة بطريقة النشل. وهاي العمليات سيدي اغلبها يعني سيدي وردتنا عليها معلومات وردتنا اخبارات حوادث صارت انه محاولات نشل بطريقة فتح الحقائب بالموس. والباقي المتهمات يشاغلن الضحية يعني توجهن لمحل سكناهن يعني اللي بهاي المنطقة اللي نائية، والحمد لله تمكنت مفارزهم من القبض عليهم سيدي وضبط حوزتهم بضبط بحوزتهم المبلغ اللي انسرق بالعامرية وادوات اللي يستخدموها اللي هي الموس. نعم. كم عملية دونتوا؟ سيدي 6 عمليات. 6 عمليات؟ نعم سيدي ضمن جانب الكرخ. ومن جانب الكرخ. نعم. المنصور والعامرية. نعم. السيدية والإعلام سيدي. الجهود الأمنية المستمرة لقيادة شرطة بغداد الكرخ وبالمتابعة الميدانية من مكافحة إجرام الكرخ ومكتب مكافحة إجرام المنصور الأبطال تمكنوا من إلقاء القبض على عصابة تكونة من 4 نساء امتهن مع الأسف مهنة النشل والسرقة في داخل الأسواق ومحلات الصاغة والأماكن المكتظة. بارك الله بكم يا أبطال. هسه أنا قدامي المتهمات يعني هذا الشهر الكريم الشهر الفضيل اللي الناس تحسب له 1000 حساب. كل المسلمين شكو مسلم على الكرة الأرضية ينتظر هذا الشهر حتى يتقرب الرب العالمين وحتى الله سبحانه وتعالى يشمله برحمته وبالغفران والعتق من النيران. ولكن مع الأسف ارتضيتا لنفسشن بأن تروحن تمتهنن مهنة السرقة مهنة الرذيلة. هسه أنا قدامي هنا دا أشوف بالأوراق التحقيقية 6 جرائم طبعا مع الأسف، ولكن أنتم تروحون باتجاه السرقة ظنا راح تفلتا من يد العدالة. نسأل أول وحدة من جانب الأخت المقدم، أنتم الاثنين شلون تعرفتوا؟ نفس البيت المكان. شلون قاعدين بنفس البيت يعني ساكنين كل شيء سوا؟ اي نفس البيت. نفس البيت. زين. شو وقت بدت عمليات النشل وياك؟ ايش قد صار لها؟ عمليات النشل ايش قد صار؟ ايش قد صار؟ ايش قد عدد العمليات اللي قمتن بها انت اول وحده؟ سالتك شيء؟ ايه كم عمليه؟ بس هو مال منصور ومال عامرية. ايه وبعد؟ ومال هاي مال حيجي. عددهن ايش قد؟ يمكن هاي يمك 6. 6 عمليات. شنو المبالغ اللي او الذهب؟ ما في مبالغ والله. هاي مال حيجي هاي يمكن 150 مال منصور يمكن سوار ومال عامرية هاي مليون. شلون تختارون الضحية؟ بأي طريقة تختارون الضحية؟ شلون يعني كما عادي اكو لازم في مواصفات للضحية، شلون تختارونها؟ هي واقفة هي واقفة وتروحوا لها؟ زين. ياها اللي تلهيها وياها اللي تشق الجنطة مالتها ياها اللي شايل الموس بيكم. وين تضمين الموس؟ شلون منين تعلمتي تخلين الموس بحلقك؟ بهاي تشيلينه بحلقك وبعدين تطلعينه وتضربين ايه شلون تخليه بحلقك هذا؟ يبقى يتجول لسانك وتطلعينه وتضربين به الحقيبه. بس مرة. زين. وتنشلون الضحايا. انت المخططه. وهاي شلون تعرفتي ذن البنات اللي وياك؟ شلون تختارون الضحيه؟ نشوف وحده واقفة وحده تصور قدام. ليش تستخدمين الموس بالسرقه؟ شقيت الجنطة. حتى تشقين الجنطه صحيح؟ اي بس ما شنو الاشياء اللي تسرقونها؟ الاشياء شنو اللي سرقتوها؟ هاي 6 عمليات. اي وحده سواره. سوار وتراتش وحده؟ اي والثانيه؟ هاي يمكن المليونين. هاي اليمنى المليونين 150 حيجيبها. وال150 هذني 3. والرابعه؟ رابعة
300 يمكن مال حي أمين. 300 مال حي امين بالرصافه هاي؟ اي اي ما تعرفين. والخامسه والله ما أعرف. لان هواي بوقات طبعا ما تتذكرين. زين من كان يشتري منكم الذهب؟ شلون تبيعون الذهب؟ من كان يشتري؟ بس ما شلون يقتنع ياخذ الصايغ هذا ذهب مسروق؟ شلون يقتنع؟ تعرفونه انتم متعاملين وياه؟ لا شلون؟ هيك يعني. كم امرأة تم سرقتهن؟ ست نسوان يعني سرقتوها. شنو كان دورك؟ أنتي دوما. تلهين انت مو تلهين الضحية. نعم تلهين الضحية حتى يقومون بالعملية. وهاي تروحن للأسواق وتختارون ضحايا ويتم سرقتهن أثناء الناس جاية خطية تريد تتسوق تريد تشتري أشياء. هسه أريد أسمع شو تقولون للي سرقتوهن؟ كذا من الإنسان والله العظيم بعد ما نقول والله العظيم أول وآخر هذا أبد بعد ما يتكلم. والله متندمة؟ متندمة؟ امشي بهذا الطريق عندي 3 بنات. عندك 3 بنات. شو يقولن ذني 3 بنات؟ شنو مصير هنا برأيك؟ وين راح يصيرن؟ وين راح يصيرن ذني ال3 بنات؟ شنو مصيرهن؟ هسه كل شيء قمتن تبكي. ما قلتن خطية هاي الناس من تبوقن فلوسهن وبهاي الطريقة خطية. الله يعلم احنا شنو الحال اللي هاي اللي شالت لها مبلغ، هاي اللي شالت لها ذهب، هاي اللي شالت لها موبايل. ولكن ان شاء الله قيادة شرطة بغداد الكرخ تبقى الحارس الامين لمحافظة بغداد الحبيبة، ويبقى رجالها الشجعان الابطال العيون الساهرة والسد الامين والرادع لكل من تسول نفسه سرقة أو استغلال أو تعكير صفو محافظة بغداد. هاي نهايتكم. تعرفون شنو نهايتكم؟ نهايتكم راح تكون خلف القضبان. نهيب بأهلنا عدم حمل مبالغ مالية كبيرة أثناء التواجد في الأسواق والأماكن المزدحمة حفاظا على سلامتهن وتجنبا لوقوع حالات السرقة. كما نؤكد على ضرورة الإبلاغ الفوري في حالة التعرض لأي حالة سرقة أو حادث